أهلا. رمضان أهلا. شايفين شكل السمنه من جوه يا جماعه عامله ازاي؟ شايفين؟ اقسم بالله تتاكل اكل، تتاكل اكل كده حيف لوحدها. هنعمل النهارده ان شاء الله الزبده في البيت، ونعمل منها ان شاء الله السمنه البلدي من غير ما ندفع فيها ولا جنيه. هنعمل السمنه خزين السنه كلها من غير ما نشتري حاجه من بره ولا ندفع ولا جنيه واحد في السمنه البلدي بتاعتنا. هنعمل خزين السنه كلها ان شاء الله من البيت بتاعنا، من قلب البيت. هنعمل السمنه البلدي من غير ما ندفع فيها ولا جنيه. يعني الناس اللي معاش فلوس تشتري سمنه بلدي او زبده من بره ما تشيليش هم خالص. هنعمل لك ان شاء الله الزبده في البيت والسمنه البلدي في البيت من غير ما تدفعي ولا جنيه. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشوف هنعمل. اول حاجه احنا كل يوم بنجيب لبن في بيتنا. اللبن ده بيطلع على وشه قشطه، القشطه دي بنشيلها. زمان ما كناش بنعرف ان القشطه دي نعمل بيها ايه، لكن طبعا بعد ما فهمنا ان القشطه دي بنطلع منها احلى زبده واحلى سمنه بلدي، دلوقتي بقينا نحوشها. بقينا نشيل القشطه اللي بتبقى على وش اللبن ونشيلها في اكياس كده في الفريزر، في علبه في الفريزر. المهم ان احنا بنحوشها وما بنرميهاش خالص. ولو مش هتعملي على فكرة بيها زبدة أو سمنة بلدي، برضو بتدخل في حاجات كتيرة جدا. يعني القشطة دي مفيدة جدا جدا وبنحتاجها كتير جدا في وصفات كتيرة. وإن شاء الله وإحنا شغالين كده أقول لكم ممكن نستعملها في إيه غير إن إحنا نعملها زبدة أو نعملها سمنة بلدي. اهم حاجه بقى ان احنا لما نيجي نعمل القشطه دي، قشطه وش اللبن، اهم حاجه ان هي تكون معانا متلجه بس مش مجمده، لانها لو مجمده مش هتتضرب معانا بسهوله في الكبه. على فكره هي اما بتتعمل في الكبه احسن كتير من انها بتتعمل في العجان. انا عملتها في العجان قبل كده، لا خدت معايا وقت كتير جدا، لكن بصراحه لما عملتها في الكبه اتعملت معايا على طول وما غلبتنيش زي ما غلبتني لما كانت في العجان. في العجان خدت وقت طويل جدا مني، ما اتعملتش بالسهوله. لكن لو عندك كبه زي دي او اي كبه عاديه عندك هتتضرب فيها بمنتهى السهوله. بس اهم حاجه زي ما بقولك ان القشطه لازم تكون متلجه جدا، متلجه جدا لدرجه التتليج، بس ما تكونش متجمده كتله واحده. وهقولك على فكره تاني برضو حلوه ممكن تعمليها احسن كمان من الفكره اللي انا عاملاها دي. ممكن لو القشطه متلجه معاكي تكسريها بالسكينه قطع صغيره، او ممكن في الاول تمسكيها تهرسيها كده بالشوكه كانك بتهرسي بطاطس بيوريه كده. اهرسيها كلها كده بقلب شوكه وافرديها على كيس وحطيها في صينيه كده مفروده في قلب الفريزر لحد ما هتجمد معاكي. هتروحي لماها وماخداها وتضربيها هنا بمنتهى السهوله، او تمسكيها وهي متجمده وتبشريها. يعني كذا طريقه معاكي. المهم ان يكون القشطه معاكي متلجه جدا، بس زي ما بقولك مش مجمده، لان هي لو مجمده مش هتتضرب طبعا معانا، لكن لو متلجه هتتضرب معاكي. بصي هتاخد هي لفه والتانيه في قلب الكبه وهتبقى معاكي احلى زبده ان شاء الله. المهم بقى القشطه بتاعتنا ناخدها زي ما انتم شايفين كده، ناخدها معانا في الكبه بتاعتنا. هتحطي القشطه في الكبه وتلفي عليها لفتين 3 4 5 كده لحد ما تلاقي القشطه اللي معاكي بقت عامله زي الكريمه. عارفين الكريم شانتيه كده؟ اول ما بتيجي تضربيه بتحسي ان هو سايل كده وفكك من بعض. هيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه معانا ده. شايفين عامل زي الكريمه المضروبه ازاي قبل ما تجمد؟ هناخده نضربه تاني لحد ما نلاقي الزبده اخشنت كده معانا او عامل زي حبيبات كده معانا. تمام. برضو هنفضل نضرب فيه، هنضرب فيه لحد ما نلاقيها عمل زي كوره كده، فصلت الزبده لوحدها وفصلت الميه لوحدها. بالطريقه دي هتكون الزبده بتاعتنا جاهزه معانا زي ما انتوا شايفين كده معانا بالظبط. شايفين حضراتكم الزبده كورت ازاي؟ اهي هي كده بقت زبده معانا وزي الفل. هناخدها بقى نفضيها في حله وناخد شويه غيرها كده بقت معانا الزبده. بس هنعمل لها خطوه واحده بس هنشوفها دلوقتي مع بعضينا. بس اهم حاجه يا جماعه عشان نوصل للخطوه دي لازم تكون الزبده او القشطه زي ما بقول لكم لازم تكون متلجه جدا. لو مش متلجه جدا هتغلبكم جدا جدا ومش هتديكم النتيجه اللي انتوا عايزينها. اهم حاجه تتصرفوا باي شكل من الاشكال وتخلوا القشطه اللي معاكم متلجه وانتوا بتضربوها. وزي ما بقول لكم مش هينفع كتله واحده ان احنا نجمدها، لان كتله واحده طبعا مش هنعرف نضربها. فانت حاولي ان انت تتصرفي باي شكل من الاشكال، حتى لو تفرديها كده على كيس كلها مع بعضها زي ما بقول لك وحطيها تتجمد في الفريزر. لما تبقى قطع صغيره هتتضرب معانا بكل سهوله، هتبقى معانا مجمده وكل حاجه، بس هتتضرب بسهوله جدا في الكبه. لان ده هو نجاح الزبده معاكي او التسهيل عليكي كتير، لان انت ممكن تضربيها كتير جدا خالص ومش هتديكي النتيجه دي.
كده بقى احنا خلصنا كمية القشطة اللي معانا، ضربناها كلها، مش فاضل بقى اللي هي الخطوة دي. والخطوة دي سهلة جدا، مادام القشطة معاكي مضروبة حلوة قوي، الخطوة دي مش هتاخد معاكي دقايق بسيطة جدا وتكون الزبدة معمول. زي ما حضراتكم شايفين كده، انا بنزل على الزبدة بايدي زي ما انتوا شايفين، كأنك بتعصري كده حاجة، بتفضلي تدعكي فيها كده، بتلاقي الزبدة بتتكور معاكي وبتفصل عن المية بتاعتها. شايفين المية بتفصل ازاي؟ المتكور بقى ده في النص ده الزبدة. انت افضلي ادعكي فيها كده شويه، هتلاقي السمنه فصلت عن الشرش بتاعها. وطبعا الشرش ده بيبقى حلو جدا، ممكن تعملي بيه اي معجنات. ممكن لو عندك جبنه تحفظيها في الشرش ده، ممكن لو عندك مش برضو تحطي له الشرش ده، هتبقى في منتهى الجمال. بعد كده بقى تدعكي بايدك زي ما انت شايفه كده الزبده، وتروحي مكوره حته زبده في ايدك وتفضلي تدوسي عليها كويس جدا علشان خاطر تتكور معاكي. ممكن يكون جنبك شويه ميه ساقعين تحطي ايدك فيهم وتروحي لفاها على الزبده عشان تتكور معاكي وتبقى ناعمه معاكي زي ما انت شايفه كده. شايفين الزبده تحفه تحفه، اجمل حته زبده ممكن تاكليها. بس المهم انك تكوريها بين ايديكي كويس جدا وتعصري فيها على قد ما تقدري عشان لو فيها اي شرش زياده ينزل منها. وطبعا في ناس هتقول انت حوشتي القشطه دي كلها. القشطه دي كلها ما بتتحوش يا جماعه في يوم ولا في اتنين، لا انت ممكن تحوشي فيها شهور. تاخدي كده من على وش اللبن وتحطي في الفريزر. طبعا لازم انت تحطي في الفريزر عشان ما يجرالهاش حاجه، ما ينفعش تحطي في التلاجة. وطبعا لو عندك اطفال كل يوم طبعا بتجيبي لك اقل حاجه كيلو لبن كل يوم. طبعا بيطلع وش من اللبن كويس جدا، فهيعمل معاكي نتيجه حلوه جدا، او هتحوشي منه شويه حلوين. انا بصراحه القشطه دي معظمها اللي جايباها لي مرات ابني، لان هي عندها اطفال وطبعا كل يوم بتعمل لهم لبن، وبيطلع بقى وش اللبن كتير جدا عندها، بتحوشه كتير جدا في الفريزر. فبتقول لي انا مش عارفه اعمل بيه ايه، فكذا مره بقى تجيبولي بصراحه ونعمل منه الزبده دي. بصراحه بتنفعنا جدا، بنعمل منها بقى كل حاجه ومن البيت من غير ما ندفع فيها ولا جنيه. وممكن كمان زي ما قلت لكم ان احنا بندخلها في وصفات كتيره. ممكن وانتي بتسوي المحشي تحطي حته قشطه في الصلصه او في الشوربه اللي انت هتسقي بيها المحشي، بتديكي نتيجه حلوه جدا وطعم جميل جدا وطعم غني جدا للمحشي. وكمان ممكن تحطيها في البشاميل. بصراحه بدخلها في وصفات كتيره جدا معايا. يعني الناس اللي ما كانتش بتعرف هتعمل ايه بقشطه وش اللبن، لا من النهارده بقى عمرها ما هترميها، وان شاء الله هتستغلها في وصفات كتيره جدا ان شاء الله. بعد كده بقى بعد ما عملنا الزبده بتاعتنا وطلعت الزبده تحفه جدا، وعايزه اقول لكم انا ما بطلتش اكل فيها وانا بعملها. نحب بقى نسيحها ونعملها سمنه بقى عشان نجهزها لشهر رمضان ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. هنجيب بقى حله، بس اهم حاجه الحله تكون اكبر من كميه الزبده اللي عندنا، لان الزبده لما بتغلي كده بتفور، فطبعا لازم تكون الحله كبيره عشان ما تفورش على البوتاجاز. زي ما حضراتكم شايفين الزبده بتاعتنا جميله قد ايه. انا عايزه اقول لكم انا اكلت منها كتير جدا في الفتره دي، والله طعمها تحفه تحفه جدا. حاجه بقى انت عاملاها في البيت وحاجه اصليه، لا مغشوشه ولا متزوده ولا فيها بقى دهن ولا فيها زيت ولا فيها بطاطس زي ما بيحطوا بقى. زي ما حضراتكم عارفين ان في ناس كتيره بتغش في الزبده بقى الا من رحم ربي. هناخد بقى الزبده بتاعتنا، اهم حاجه تكوني مخليه النار عليها شمعه 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 كده بالظبط كده، عشان الزبده تفك معاكي وتسيح معاكي بشويش كده على راحتها خالص، علشان السمنه ما تتحرقش منك او الزبده ما تتحرقش منك وتسيح بمنتهى السهوله. زي ما حضراتكم شايفين كده الخطوه اللي احنا وصلنا لها دي، ان خلاص السمنه بتاعتنا بدات تروق كده من على الوش. واللي على الوش الريم اللي على الوش ده لازم يتقدح كله لحد ما يصفى معانا خالص، والوش يبقى رايق خالص كده بتاع الزبده بتاعتنا، يبقى بالشكل ده السمنه ساحت وبقت زي الفل. وعايزه اقول لك كمان لو انت ما بتجيبيش لبن كل يوم وبيفيد منه قشطه، يعني مش حاسه ان انت هتقدري تطلعي كميه قشطه حلوه كده من وش اللبن، في ناس بتبيع القشطه دي بتبيعها في صفايح كده جاهزه، ممكن تجيبي لك صفيحه منها وتسيحيها، بتبقى برضو اوفر من الزبده البلدي بكتير. ناس في البلاد لو تتعرفي كده وتتواصلي معاهم هيجيبوا لك صفيحه القشطه دي لحد عندك، هتسيحيها تطلع معاكي كميه زبده حلوه جدا، وهتبقى اوفر بكتير من انك تشتري الزبده جاهزه كده. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم يا ريت تدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب للقناه ليصلكم منا كل جديد. صحه وعافيه لقلوبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.